كان للميكروفون فضل إظهار عدد كبير من نجوم الطرب يقفون الآن على القمم العالية، منهم عبد الحليم حافظ. هنسمع ذكرياته عن أول إذاعة لي أمام الميكروفون، تأثير الإذاعة في نفسيته في مرحلة الطفولة. هيتكلم عن التطور اللي حصل للأغنية، أول أغنية وطنية ليه وأحب أغنية وطنية وأمنياته للإذاعة. نسمع عبد الحليم. مساء الخير يا عبد الحليم. مساء الخير يا ست سامي، أهلا. احنا عاوزينك النهارده بقى تحكي لنا عن ذكرياتك عن أول إذاعة ليك قدام الميكروفون. والله أنا أول إذاعة لي قدام الميكروفون ما تزعجش على الناس، يعني ما كانتش إذاعة، كانت تسجيل. كان تسجيل لقصيدة لقاء، وسجلته وبعدين عرض على اللجنة، وبعدين اللجنة أفتكر رفضت التسجيل وقالت ده بيغني زي الخواجات. بعد كده جت الظروف وتغيرت اللجنة، وبعدين اتذاع هذا التسجيل بعدها بحوالي يمكن 3 أشهر أو 4 أشهر. نفس التسجيل؟ نفس التسجيل، يعني تسجيل لقاء اللي بنسمعه دلوقتي ده التسجيل الخواجاتي؟ التسجيل اللي قالوا عليه خواجاتي، وتلاقيه لا خواجاتي ولا حاجة أبدا. طيب نرجع لورا شوية وتقول لنا عن ذكرياتك، عن المرات الأولى اللي سمعت فيها راديو. يعني إيه كان صدى الإذاعة في نفسك كطفل أو في خيالك؟ يعني بصراحة تقول لنا كنت بتتصور المغنى والمزيكا بتوصل لودنك إزاي؟ يعني أنا طبعا كطفل الواحد كان بيتصور دايما إنه الناس قاعدة في الصندوق ده وصغيرة قوي يا زلمة، وصغننين كده وبتاع. وفعلا كانت يعني محاولات اللي بتخسر الراديو هي إن إحنا بنطلع على الكراسي علشان نشوف الناس دول وندور الراديو بتاعه فبيخسر. يعني كان متصور لي أنا دايما أتصور إنه طب الصوت ده هيجي منين؟ يعني غير إنه ناس يكونوا موجودين فعلا. يعني هو ده اللي كان بيتصور لي، انما بعد كده طبعا عرفت انه ده كلام فاضي وان دي موجات وكهرباء وحاجات كده يعني. طيب اول علاقتك بالميكروفون كانت خلال الآلة الموسيقية الأوبوا. هل بتحن للعزف عليها دلوقتي؟ والله ابدا يا ست سامية، انت عارفة يعني اصل آلة الأوبوا دي من اصعب آلات العزف، واذا كان الواحد بيعزف عليها دايما ومفروض انه يعزف عليها، مش لازم يسيبها، يعني لازم كل يوم على الاقل يتمرن ساعتين سواء نشتغل او مشتغلش. فطبعا انا بقالي حوالي من سنة 52، يعني من سنة ما غنيت وانا ما عزفتش عليها خالص. تفتكر ايه التطور اللي حصل للأغنية اخيرا في خلال السنوات الأخيرة من حيث الأداء والمعنى؟ والله هو حصل تطور كبير جدا، يعني احنا لو بصينا للأغاني قبل 10 سنين أو قبل 12 سنة أو قبل 15 سنة بنلاقيها يعني غنوة كل الهم فيها هو أنه المطرب يستعرض صوته والملحن يستعرض قوته على أنه هو يستعرض مجموعة من الأنغام، وسواء يعني كانت بتدي المعنى أو ما بتديهوش. اللي حصل دلوقتي انه المعنى بقى بيسيطر جدا على الملحن وبيوجهه، والملحن بيحاول انه هو يصور اللحن والكلام الصورة الحقيقية، والكلام كمان تطور والأداء تطور خالص خالص خالص. وبعدين يعني احنا فننا كله تطور حياتنا مفيش شك. يعني لو كنا مثلا من 10 سنين ولا 12 سنة ما كناش بنقبل على ودننا غنوة وطنية، لأنه ما كانش فيه إحساس يعني بالوطن فعلا. فكل الظروف دي اتغيرت، كل واحد فينا حس بأن ده وطنه، وكل واحد حس بأن دي بلده، بيغني لها زي ما بالظبط بيكون بيغني لحبيبته، زي ما بيكون بيغني غنوة حب. يعني تأكد ان انا اي غنوة من الاغاني اللي غنيتها سواء كانت غنوة حب او غنوة وطنية بحس نفس الاحساس وانا بغني الغنوة ان دي غنوة عاطفية. ما في شك ان الإذاعة كان لها دور كبير جدا في انتشار الأغنية الوطنية طبعا، وتجاوب الفن مع أحداثنا الكبيرة. طب بالمناسبة دي ايه أول أغنية وطنية أنت غنيتها؟ أول غنوة وطنية غنيتها كان اسمها وفاء.
وفاء. ويمكن تكون موجودة في الإذاعة، اسمها طول ما نسيم الدنيا بيسري، طول ما النيل في الوادي بيجري، هفضل أصون مجدك يا بلادي لحد آخر يوم من عمري. كان عن النيل برضه ها؟ اه طيب ايه احب اغنيه وطنيه لنفسك يعني بترددها باستمرار؟ كله. تتمنى ايه للاذاعه مش هقول السنه الجايه، لا في عيدها الذهبي؟ والله أتمنى للإذاعة كل تقدم ولو إنها متقدمة، وأتمنى لها كل نجاح ولو إنه طبعا يعني برضو ناجحة. أتمنى إنه يعني كل حاجة فيها تتطور إلى الأمام. أنا معرفش بالظبط قوة الإذاعة إيه، إنما أنا أتمنى إنها يعني كل ما أفتح الراديو في أي بلد في الدنيا أسمعها.